والله ما تصدقون شو صار. الجزائر ضيعت التأهل بعد ما سيطرت على الماتش كامل. شو السالفة؟ يا ويلي شو اللي صار بقطر اليوم. يلا نحكي لكم القصة. الجزائر ضد الإمارات، ربع نهائي كأس العرب 12 ديسمبر في ملعب البيت الأسطوري، والفايز بيواجه المغرب في نصف النهائي. يا جماعة الشوط الأول والله ممل، 0-0. الفريقين كانوا يلعبون وكأنهم ناسين في كورة في الملعب أصلاً. ماشي؟ بعدين بوم، الشوط الثاني يبدأ، والدقيقة 46 عادل بولبينا من الجزائر قال خلاص كفاية وضرب هدف صاروخي. 1-0 للجزائر. الدكة الجزائرية صارت مجانين حبيبي. بس صبروا، الإمارات ما كانت راضية بالوضع. الدقيقة 64 توصل وبرونو كونسيساو يسوي التعادل بدم بارد. 1-1. الماتش والله يا ناس. 90 دقيقة ما كفت، راحوا للوقت الإضافي، شوطين إضافيين 15 دقيقة كل شوط، توتر على توتر. الفريقين عندهم فرص، الحراس يسوون معجزات، الريايل تعبانين، وبعد كل هالجهد ما في شيء، باقي 1-1. تدرون شو معناها صح؟ ضربات الترجيح. وهني الأحلام تنكسر يا حبايبي. ياسين بن زياح من الجزائر يتقدم، الحارس الإماراتي يصدها، الضغط زايد زايد. بعدين ميلوتي من الإمارات، الحارس الجزائري يقول له مو اليوم حبيبي. توصل النتيجة 6-6. 6-6. تتخيلون؟ زكريا درعوي سجل للجزائر، كوامي يسجل للإمارات، باقي 6-6. بعدين محمد نوف الخاشف يتقدم للجزائر، والحارس الإماراتي توقف شوي يصدها. ريتشارد أوكونر يتقدم بكل هدوء للإمارات ويسجلها. النتيجة النهائية الإمارات تفوز 7-6 بضربات الترجيح. والشيء الغريب يا جماعة، الجزائر فعلياً كانت تلعب أحسن طول الماتش، عندهم فرص أكثر، سيطرة أكثر، وبالآخر يحزمون شنتهم والإمارات تتأهل لنصف النهائي ضد المغرب. هذه الكورة يا إخوان، مرات مو اللي يلعب أحسن اللي يفوز، المهم مين يقدر يحافظ على أعصابه في الوقت الحاسم. يلا، الإمارات متأهلة تواجه المغرب في ملعب خليفة الدولي، والسعودية تلعب مع الأردن في النصف النهائي الثاني. بس السؤال الحقيقي، تقدر الإمارات تسوي مفاجأة ثانية ضد المغرب ولا رح تنتهي القصة هناك؟ اشترك في القناة حبيبي، لأن بكرة عندنا تحليل ماتش المغرب والإمارات، وصدقوني عندي معلومات عن السلاح السري للمغرب ما تبون تفوتونه. حطوا كومنت، فريق الإمارات ولا فريق المغرب؟ يلا